صباح الخير على الساده المشاهدين اللي بيشاهدوني من على اليوتيوب. اسعد الله صباحكم. انا قلت اكلمكم قبل ما انسى اصبح برضو على اخواتي وعلى اقاربي وعلى اصدقائي وعلى احفادي وعلى اولادي. طبعا انا حابب اثناء الرياضه في حاجات مهمه اكلمكم فيها. قبل كل حاجه برضو يا جماعه لازم الرياضه دي تخلوها معاكم في كل وقت. الرياضه دي اعتبروها زي الاكل والشرب. الناس ما ينفعش تاكل وتنام، لازم الناس تخرج بره تشم هوا، تتحرك، تعمل اي حاجه عشان تساعد نفسها. عشان كترت الناس كتير بتقابلني، الناس عندها سمنه كتير يعني بولادها. يخرجوا وتهووا وتمشوا، يعملوا رياضه. حابه الرياضه ليه؟ لان يا جماعه العمليه مش كلها اكل ونوم بس وشغل. لازم تكسروا الروتين بتاع اليومي دوت. احسن حاجه ليكم عشان تحسوا باستمتاع في الحياه. وقبل وانا بتمشي برضه في حاجه عايز اتكلم فيها، نقطتين اتكلم فيهم مهمين جدا 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 للاسر كلها. دلوقتي بدات تنتشر بضراوه جرائم قتل الزوجات ومشاكل الزوجيه نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها البلاد. فلازم يبقى في تغيير في نمط الحياه اللي احنا عايشينها. الزوج مع الزوجه يتكاتفوا، يقعدوا يتناقشوا بصوت عالي، يعني تفكير صوت عالي، مش صوت عالي يعني مثلا يقوموا يمسكوا في بعض، لا، صوت عالي. يعملوا بقى اعاده حسابات تانية، نقنن الحاجات الترفيهيه اللي كنا بنعملها زمان، نحاول نقننها بقى. خلاص الدنيا بقى خلاص اتغيرت، تضخم، اقتصاد عالمي متدمر بنظرا للظروف اللي بتمر بيها البلاد. نسبة القتل انتشرت على أتفه الأسباب. يعني هحكي لكم حاجة من الحوائج اللي هي ملهاش أي طعم ولا لون. واحد على سبيل المثال يقتل زوجته علشان صينية بطاطس من غير رز. طب أنت ظروفك يعني مش قد كده، عملتك أكل عشان تيجي تاكله، يقوم يقتلها هي والجنين اللي في بطنها. حلو، أدي نموذج. أنا مش عايز أطول عليكم، من يعني اضربوا بقيسوا بقى. ثانيا، نمرة 2، العنف الدراسي والتنمر على الأطفال في المدارس وعلى البنات، عشان واحدة مليانة شوية، واحد رفيع، واحد قصير، تنمر. والمدرسة بتتفرج وفي كاميرات بس محدش بيقعد عليها. أنا أي نعم معاكم إن أولياء الأمور عليهم عبء، لازم برضو في أثناء تربية الأطفال، لأن في دلع، صراحة دلع كبير قوي قوي بين أولياء الأمور وأولادها. يا جماعه اللي مش حاسس ان هو مربي عياله صح ما ودهمش المدرسه. ليه بقى؟ انا مش ذنبي حاجه اودي ابني سليم يرجع لي جثه، اودي ابني سليم عينيه مفقوعه. احاسب مين؟ يقول لك اصل الولاد بيلعبوا مع بعضهم. مفيش حاجه اسمها ولاد بيلعبوا، في حساب. لازم نحاسب كل واحد اخطا. مفيش حاجه اسمها ولي امر ابنه اخطا يتحاكم، مش عارف يربي ابنه يتحاسب. واحد خد عربيه ابوه بيلعب بيها في الشارع، واحد خد السكوتر الكهرباء اللي طلع جديد ده برضه بيعمل خمسات، يدوس لي في الناس، خلق الناس. لا، في حساب. مفيش حاجه اسمها بقى ايه عشان خاطر ده ابن مين انا ابن مين. لا، مفيش حاجه اسمها ابن مين. قانون يتطبق كله سواسيه. وانا شايف حقيقي الايام دي بيحصل فيه فعلا بيطبق قوانين على اللي بيعمل حاجه مقصره. انا فعلا حاسسها في تطبيق لقوانين رادعه. اللي بيقتل زوجته بتحاسب. تقتل زوجتك ليه؟ انت مش عاجباك يا سيدي، صرحها بالمعروف. مش قد الجواز ما تروحش تقدم على واحده تخطبها تضحك عليها، تروح تقول لهم انا باخد في الشهر 10000 و20000، انت بتاخد 5000 جنيه، ولما تيجي في الاخر تفوجئ تقول لك عايزه حاجه للبيت تقوم مولع فيها. مش قد الجواز يا جماعه، ما حدش يتجوز. كل واحد عنده بنت انا بنصح اهو يا جماعه، ما يرميهاش. انا بقولها بسميها بيرميها، بترجع له في صندوق او جثه هامده. ما تقولش ازحها من وشي عشان اخلص. في اباب بتعمل كده، بتبيع اولادها، انا بسميها بيعه. ما تديش لبنتك واحد ما بيشتغلش، واحد عامل، واحد عاطل، تقول عشان خاطر سن الجواز بتاعها بدأ يمر ويعدي. يا عم ترماش للتهلكه، ما بترجع لك مقتوله وبخمس ست عيال ومش عارف ياكلهم. ليه؟ لان الباشا عاطل. يا جماعه بلاش حد يجوز بنته عواطلي. انا بقولها بالبنط العريض. لازم تامن مستقبل بنتك، خاف على بنتك، ما تتسرعش. لان برضو
انت هتتحاسب لان رميت بنتك في التهلكه لواحد عاطل. ليه؟ عشان ما سالتش عنه شغال فين. اي واحد بياخد، انا بقول لشباب اهو، اي واحد بياخد 5000 7000 ما ينفعش يقبل على زواج. ليه؟ مش هيبقى قد المسؤوليه وهتحصل مشاكل. هتيجي تقول لك عايزه كيلو كحك، هترقع بموجود في شويه تولع فيها، هتاخد اعدام. فانت ريح دماغك احسن لحد ما ربنا يكرمك، شوف حاجه احسن من اللي انت فيها عشان ما تضحكش على نفسك. انا قلت اقول لكم عشان خاطر الناس تاخد بالها وتفوق. انا قلت اقول لكم النقط دي وانا بعمل شويه رياضه. ليه؟ عشان خاطر قبل ما اصب عليكم اقول لكم الحاجات دي مفيده جدا. تعملوا بقى تعملوا، ما تعملوش ما تعملوش. وبرده بقول للناس اللي هي بتسمعني ديت، الحاجات دي مثمره ومفيده. ليه الناس ما تعملش سبسكرايب ليها، تعمل شير عشان اي رب اسره يسمعها، اي شاب بيسمعها يحاول يطبق النظريه دي بتاعتي. انا قلت وانا بعمل رياضه الصبحيه اتكلم في النقط دي، لان استفحلت القضايا دي، استفحلت جامد قوي وخدت يعني زخم جامد. كل يوم والتاني نسمع عن هذه القضايا وعن اجرام بطريقه بشعه للقتل وقتل مضاد والتنمر على الكبار والصغار والاطفال وفي المدارس. فانا مش هتكلم تاني. عايز يا جماعه تعملوا سبسكرايب، اللي بيسمع الحلقه دي الدال على خير كفاعله، عشان خاطر غيرك برضو يستفيد من هذه الحاجات المفيده. واهو هوريكم التمثال الشيخ زايد رحمه الله. كان عامل مدينه الشيخ زايد، هو اللي كان عاملها وموضبها اهو رحمه الله تاني مره. اهو التمثال الجميل العظيم اهو، شايفين طبعا. اهو حبه رياضه بنعملهم، بنغير جو بيهم ونريض عقولنا بيهم، بحيث ان الجسم محتاج. اهو بص التمثال اهو. ناس اراكم في حلقه تانيه ان شاء الله، والى اللقاء مع هاشم اسماعيل. الى اللقاء.